يحكيوا على واحد اعرابي عابر سبيل، عرضوا انسان السلام عليكم وعليكم السلام. هاك الانسان تعب، وجهه احمر، عروقاته شلتله، وحوايجه كلها غبره. قال له بربي ريت شي جمل. قال له هالجمل اللي يسوق فيه راجل عايب. ايش؟ قال نعم. وسنين. قال له عايش خي، هذا هو الجمل جملي، وهاك اللي معاه رفيقي في الطريق، لكن ذهبنا على بعضنا والنهار الكل وانا فركس خايف لا نزيدوا نبعدوا على بعضنا، ولا عدت لا نلقاه لا يلقاني. وين بالله لقيتهم؟ قال له ما لقيتهمش. اما قل لي بالله، صاحبك هذا عنده عكاز في يده؟ قال له ايه عنده. وجمل؟ قال له مش اعور؟ قال له نعم فرادي. ومش هز حمل تمر؟ ايه. قال له هذا هو، هذا صاحبي وهذا الجمل. منين تعداوا بالله؟ قال له والله ما ريتهم. ونزيدك زياده، من البارح حتى لهالدقيقه هذه وانا في الصحراء ما شفتش خليقه بنادم. كيفاش؟ قال له ايش معناها الكلام هذايا؟ تعطيني في الاوصاف الكل وتقول لي ما ريتهمش؟ قالوا ما ريتهمش. قالوا ما قل لي قتلت لي صاحبي، وجمل راك سرقته وكلفت به واحد من اصحابك وتمكن به. قالوا يا معايا الحاكم. سيبني يا ولدي راني ما ريتهمش والله ما ريت. قالوا شيء. ساق يساق عند الحاكم. اي مشاو حتى وصلوا للبلاد القريبه، مشاو للحاكم. هاك الراجل احكاه على الجمل متاعه وعلى صاحبه وعلى الكلام اللي قاله له هالعربي هذا. قالوا الحاكم اش تقول فيها كلام يا ولدي؟ قال له يا سيدي لا ريت لا بنادم لا جمل. تمالت هاك جبت اوصافهم. قال له عجبي لو لازم ريتهم. قال له مالا كيفاش؟ قال له يا سيدي اذا كان ترضى تركب تجي معانا ولا تبعث توجه تو نوريكم كل شيء. قال لا نجي انا بيدي. وبعث الحاجب نتاعه جاب الخيل ركبوا. قال العربي اي تبعوني. حتى وصلوا النخلة. قال العربي صاحب هالسيد هذايا راهو كان قعد ارتاح تحت هالنخلة هذية، والجمل كان بارك بحذاه، وراهو مشى لجهة الشام تو يمكن 3 ساعات. ايه. قالوا الحاكم ومع هذا تقول لي انت ما ريتهمش؟ ما انا منين ليك هالاشاعر ذي الكل؟ قال له اهبط يا سيدي من الحصان نتاعك ويا شوف هذه جرة راجل ولا لا؟ قال ايه جرة راجل. وهذه؟ قال جرة جمل. قال شوف الجرة نتاع الراجل، شوف الساق اليسرى ها هيك غارقة في الرمل اكثر من اليمنى. ايه. قال ايش معناه؟ قالوا هذا مش دليل على كونه راجل عايب. قال صدقت. قال زيد شوف يا سيدي، شوف الجرة هذه وشوف ها وشوف جرتي انا، ساقه هو غارقة في التراب اكثر من ساقي انا. قالوا ايش معناه؟ قالوا معناها اللي هو اسمن مني. حلو مليح هذه فهمناها. اما منين عرفت اللي جمل اعور؟ يا اخي العين العورة تخلي جرتها زادة في الرمل. قالوا لا يا سيدي ما تخليش جرة، اما تخلف جرتها في الحشيش. شنو؟ قالوا كيفاش؟ قالوا ها وين برك الجمل هذه بقعته ماهو. قال ها. قال ثبت مليح يا سيدي، ها هو كرعاه الحشيش او كل حشيش مخصوص، الحشيش اللي على يمينه، وهذا الحشيش هذايا اللي على يساره مش ممسوس بالكل. هذه نفهموا منها اللي جمل ما يرى الا من الجهه اليمنى، يعني اعور من اليسرى. قال الله الله مليح. قالوا وباش عرفت اللي راجل كانت عنده عصا؟ وهو قالوا هذا سهل ياسر،
تشوفها مقيبات هذو الثنية، كل خطوة بحذاها مقيبة في الرمل، معناها الراجل عنده أعصاب في يده، كل مرة وين ينقل الخطوة يغرسها في الأرض. قام مول الجمل قال مليح يا سيدي، لكن منين ليه اللي الجمل هز حمل تمر؟ قال له وتمر زاد مش هاي ياسر. كيفاش؟ قال شوف هذا شنو؟ قال له هذاك تيهاوك سرسوت نمال. قال له الجمل كيف بركهوني، التمر قطر في الرمل، النمال خلط وها هوكا يكركب في الرمل المبلول ويكركر فيه. قال الحاكم بارك الله فيك، لكن قل لي بالله، قلت اللي راجل ماشي لجهة الشام باش فهمت؟ قالوا شوف الجرة نتاعو، هاو شوفوا وين موجه، الثنية هذه وين ماشية؟ قالوا ثنية الشام. هي عاد قال له صعيب ياسر باش نفهموا اللي هو شد ثنية الشام. قال صحيح، لكن بالله هي حاجة أخرى نحب نعرفها. أنت قلت توا 3 ساعات من اللي كان قاعد تحت النخلة هذه، باش عرفت هذه؟ قال له شوف يا سيدي، الظل متاع النخلة وين توا؟ زعما يمشي في بالك اللي في السخانة متاع بلادنا راجل كيف يجي يقعد تحت النخلة يخلي الظل ويقعد في السمشة؟ قالوا لا، قالوا كان قاعد في الظل في هالبقعة هذه، وقتها كان فيها ظل من غير شك، كان قاعد فيها. واحنا عرب واولاد بادية يا اخي ما عرفوش اللي الظل يتنقل مع الشمس. اذا كان نحسبه نلقاو الظل ما تنقل من هوني من هالبقعة هذه اللي فيها بقعته بمقعد لهالبقعة هذه إلا تقريب في ظرف 3 ساعات. وبما أنه قام من هوني وشد ثنية وها هو كما راغش الجهة أخرى، إما لا توا عنده 3 ساعات من اللي شد ثنية الشام. إذا كان هالسيد هذايا عنده حصان باهي ويشد ثنية تو يخلط على صاحبه وعلى جمله. هيا قال له سمعت رجل قال هيا شد ثنية يمشي يخلط على صاحبك إذا كان تحب. سامحنا يا ولدي وبارك الله فيك، وهذا هو الذكاء ولا بلاش. يحكيوا على عزوزة ماشية في الشارع، عفسلها واحد على تماقها في الحضبة شرمهولها، قاعد تمشي ساق بساق وتفركس تلقاشي اصبابتي ولا بلغاجي يعمل لها غرستين ولا يركب لها وردة، حتى لقات واحد ملاخ صباح الخير نهارك سعيد، قالت ترقى عليش هالفريدة؟ قالها الله يبارك. خذاها من عندها قعدت هي على العتبة، رقع حالها طاها لها قداش وليدي؟ قالها لا ما يسالش يلا. قالت له لا اخوه قداش لازم؟ قال لا ما يسالش، انا ما تعملش عليا مزيه. قالت له اذا كان نقدر علاش لا؟ قال لها انا راجل غريب وعازب وماذا بيا نستحسن، تلقى ليش بنية حلال. قالت له ايش بيه؟ نشوف الولدي. قال لها لكن نقول لك على الشرط من تو، راني ندفع كما نقولوا 50,000 نقد، ولا حاجتي لا بزهاز لا موبيليا، يبعثوا لي الطفلة كيف ما هي، وليلة العرس لا نحب لا ناس لا فزعية. ها هو كان بعث لك كروسة وركب البنية وجيبها انت بيدك. قالت له نشوف. مشات هاك العزوزة تخمم اشكون مش تخطب وعلى شكون مش تعمل هالمزية. 50,000 في هاك الزمان هذاك مش يغنيو فقر يا ما يغنيو حومة كاملة. حتى تفكرت اللي في زنقتها ثم امرأة هجالة عندها 3 بنات صبايا وحظوا الزواج، وقليلة هبهب لا تكساب لا تعلام، عايشة من خدمة الصوف هي وبناتها. مشات لها قالت لها تعطيشي واحدة من بناتك كان من يخطبك. قالت
قالت لها هذا كان يجيني ولد حلال علاش لا؟ المرأة مايلها الا بالراجل، لكن راك تعرف في الحالة يا خالتي فلانة، لا عندي لا باش نزهز لا باش نحل عروسات، اللهم لبيك، تمشي في حوايجها في بليجة. قالت لها هذه يتهنى منها، الراجل حتى هو ما حاش بشيء، قال لك اللي يستر يكفي والنقد راهو 50. المرأة قلنا قليلة، وهذه 50 كيف ما نقولوا اليوم يجيو 50 مليون، طاحت قلقمها على هاك القمجة فلوس هذيك ما كانش تحلم بها حتى في المنام. قال جازته. اي مشات العزوزة خبرت الراجل، مشاو للعدو كتبوا صداق، قربع الفليسات، قال العرس كيف ما نقولوا ليلة الجمعة. ليلة الجمعة بعد المغرب تكون العروسة حاضرة والعزوزة معاها، تاخ في الكروسة قدام الدار تركبهم وتصلهم. خذات المراه هاك الفلوس، شرات ليلتها 3 رطال لحم و2 كيلو مقرونة وعملوا عليهم فيشطة. من غدوك خرجت قصت وفصلت لبنتها اللي يلزم. جات ليلة الجمعة العزوزة من العشية قاعدة بحذاهم تستنى. بعد صلاة المغرب وقفت الكروسة قدام الدار، تلحفت العروسة، بقت أمها وبخوتها بخير، بوس وتعنيق وطرف دموع والخشومات حمارت شوية. خرجت هي والعزوزة ركبوا دوقة دوقة وصلوا لحانوت سي الملاخ. البيب مشقق دخلتها. أي يا ولدي؟ قالت له هاي الأمانة إن شاء الله بالهنا والذرية الصالحة. قال لها يا أمي ما تغيبش علينا، هاوكا غدوة الحي الصباح طل عليها. شات على نفسها. سكر هو باب الحانوت، عسلامة يا هلا، زارتني البركة اتفضل. قعدت تخزر يمينها ويسارها وين مش تفضل. حانوت ملاخ، فمها في قاحها، هاك الطويلة اللي قدها قد ركايبه ومقسومة ببيتات ببيتات، وحيدة فيها المسامر وحيدة فيها الشك والاخرى فيها السمينسة وحيدة فيها طريف شماعة اصفر قال الغربي البقرمية. دزلها كرسي كلخ، قال لها اقعد هون يال. خزرت له، هزته وحطته، خزرت لها الكرسي، اي قعدت على شافته. جبد لها من تحت هيك الطاولة هذيك صحن فيه طرف زيت وكعيبات زيتون وقريم فلفل مصير وشطر ليمونة. حط قدامها كسرة خبز وقالت عشا. ما عجبها حال، قالت له شبعانة. سكت على نفسه وجبد فردة بلغة وقعد يرقع فيها. رقعها جبد غيرها، كملها جبد غيرها. عقاب الليل قال لها يا لندرة يا بنتي، انا والزمان وانتي ولا انا والزمان وحدي؟ قالت له حياتك وحدك وخيتي، انا خاطيني ريحك ليك. سكت عليها وقعد يخدم الليل كله، هو يسمر ويخيط ويدق بالمطرقة وهي مسفدة على هاك الكرسي كلخ وتثاوب، ظهرها ولع صار. صبح الصباح وربنا الفتاح اللي يصلي على النبي يربح. دقت العزوزة صباح الخير نهاركم سعيد. قال لها يا امي تسامحني مش نزيد نتعبك. لا باس قالت. قال لها اعمل مزيه اقف على راس الزنقه تتعداش كروسه يتعداش بيبي جيبها. ايا جابت الكروسه. قال لها هاي هز البنيه لميمتها راهي مطلقه. ركبت معاها وسطتها لامها. ايا قالت لها هاي امانتك يا الله. وهو اشتم ما ولا باس. قالت لها خيتي والله ما نعرف، ومشرح على نفسها. هي تعدات كما نقولوا جمعة ولا 10 أيام ولا جمعتين، جات التعدي على هاك الحانوت. قال لها صباح الخير يا امي. قالت له صبحك بالخير. قال لها تي ما تشوفليش مرايه اخرى؟ وهو قالت له انت تلاق. قال لها لاش بيتي مو بالمكتوب. ابدا في زرتها. قالت له مليح نشوف لك. قال لها راهو الشرط كيف العاده والنقد كيف كيف زاد. مشات على نفسها. لا شكون باش تمشي تزيد تخطب اخت هيك الطفله هذيك زعما امها تعطيها. قالت هي نمشي نشوف شكون يعرف. مشات خطبت الثانيه اعطاتها امها
كتبوا صداق قبضة الفليسات ليلة العرس. هزتها العزوزة في الكروسة وصلتها له. يا سيدي اللي جرى في الأولى جرى الثانية. على الصباح خرجت مطلقة. نص شهر بعدك الوقت هذاك تعدات شدها. اخطب لي امرأة. قالت له زيني عاد الأولى أحسن له الثانية لازم خليتني حاشة مع المرأة. بدا يلحلح بها حتى رضعت. ليشكون مش تمشي؟ قالت بربي نمشي نخطب الثالثة ونشوف. مشات لامهم قالت لها ألف وعوذ بالله هذا طلاق أنا عمري ما عاد نعطيه. قالت لها الطفلة يا أمي علاه تتعرض لي في باب السعد؟ أعطيني يا أخي تحبني نقعد حتى نظفر الشيبة؟ قالت لها ما شفتش أخوتك؟ قالت لها شبيه عاد؟ شو مدخلني في أخوتي كل حد وساعده؟ قالت لها مليح. أعطاتها. ليلة العرس جات الكروسة هزتها هي والعزوزة وصلتها لك الحوينة المعلوم وبقاتهم بخير ومشات. سلم عليها كيف اخوتها دزلها كرسي الكلخ المحنون قعدت على السلامة. قالت سلم سيدي اتفضل. قالت تفضل عندك كل خير. جبد لها كالصحن المعلوم وكسرت الخبز وقال لها اي تعشى. الدنات قصت الخبز بدات تاكل قدمت قرن الفلفل المسير وفرغت الماء نتاعو في الزيت. قصت هاك شطر الليمونه وتاكل تبنن تقول ما بنو. ذوق يا سيدي تقول يا اخي مش تبات الليله بالعشاء. مد يده وكلا معاها. اي تعشى وتحمد وتشكروا ومنها قال يا لندرا انا والزمان وانتي ولا انا والزمان وحدي. قالت له علاش وحدك اللطف؟ وين ساقيك وين راسي؟ انت سيدي ومولا بيتي والمال يغدى والرجال تجيبه وراسك حي برك. وحتى اذا كان خدمتك كسدت انا صنعتي في يدي نخدم الصوف وانت راجل بين الرجال ما يعلم بيك حد شنو حالك وشنو اللي في دارك حتى تتقاعد الاحوال وراهو ما يدوم حال. قال راهي ما عندي الا هالحوينته وهاك اللي تشوف في فمه في قاحه ما ثماش حتى الواحد وين يدور. قالت له عاد اللي كفى الواحد ما يكفي الاثنين الجهد من الموجود وربي يجيب خيره. وقتها قام ثم بيب واه ما شفتوش هي موقف عليه فرد حصيره دز هاك الحصيره هذيك وحل الباب وقال زوز هوني. قامت دخلت دار عزيزه وغاليه وخاصه تفيع واربع بيوت متناظرين ولا نعيم لا نعيم الاخره. الثريات تولعج والزرابي والموبيليات العظيمه وطاوله منصوبه من هون الغادي وصف علاجي داروا بها كل واحد كب من جهه. دخلوها البيت نحولها هاك الحوايج لبسوها من الذب حتى صفارت ومن الجوهر حتى بيضت. وخلطت سي الملاخ لابس كسوه اخرى وشباب تضوى منه ليله السودة وقال لها يجعلك زوجتي دنيا واخره. جربت وما لقيت الا انت اللي تحض الخيرات الكل. والمراه باش تعيش مع الراجل يلزم ترضى بخيره وبشره وتعدي حتى يجيب ربي وجهها للضوء. هذه حكاية فرنسوية للصغار باش يربيوا الإنسان على ماكلة حقوق الناس على ماكلة عرق الجبين. ما هو نعرفوا اللي الإنسان اللي تخدمه يلزم تخلصوا في أجره حبر ما يكمل الخدمة. يعني العرق في جبينه ما زال ما شاحش تدفع له فلوسه. مش إجا غدوة ولا توا ما فوقيش يلزم آخر ضربة مدلو فلوسه. هذا من غير كلام على اللي ياكلوه في حقه اللي يخدم الإنسان وما يعطيه شيء ولا يعطيه كسر خبز. يحكيوا على واحد فلاح جاب ولد يخدم عنده عويزب ما زال لا يعرف لا خير لا شر وكيف ما يقولوا بقر الله في زرع الله. هاك اللي يقولوا يرقد الحشيش في فمه. يعني قلب طيب مش مزور لا يتحذر لا ينوي الشر في الناس والعقيل على قده زاده.
هاك الفلاح هذاك بدالك حارس عليه، يقوم من النوم قبل الناس يرقد آخر الناس، والخدمة الكل على كتافه والأتعاب الكل ليه، الخدمة الصعيبة الحاجة الثقيلة الكل هو، وهو فرحان ولا عمره قال ولا تعبت، ولا المعلم يقول له على حاجة يقول له خلي غدوة، والمعلم متهني بيه على كل شيء في جميع الخدم. خدم عنده عام، آخر العام ما أعطاه شيء، هو مشحاح وظهر له اللي هو مزور، قال كيف ما نعطيه شيء، مش تلزمه ويقعد لوين عنده مش يمشي، وكيف يقعد نربح الخدمة متاعه، هو خدام وصاحب ذراع. وعلى كل حال هو منين يعرف قيمة الفلوس، والولد زاد ما طلب شيء، ما قالوش يعرف يا وقتاش مش تخلصني، زاد العام الثاني ما أعطاه شيء، زاد العام الثالث قال له يعرف أنا ماشي على نفسي راهو، علاش زيد اقعد، شكون غيرك، شكون ما قال لك كلمة، قال لا ما قال لي حتى حد، أما فيه بركة، هاني خدمت لك 3 سنين خدمة بالقلب، يعطيني أجري خلي نمشي على نفسي. الراجل قلنا مشحاح، ماذا بيه ما يعطيه شيء، مش ممكن لازم يعطيه حاجة، قداش مش يعطيه، يقول لك هذا ما يعرفش قيمة الفلوس، يرمي يده المكتوب ويمد له 3 ريالات، قال له هذوما 3 ريالات ها هم كجدد نبرة، مازالوا كيما خرجوا من الطابع متاعهم، كل عام بريال. الولد ولو ما يعرفش قيمة الفلوس على كل حال ظهر له شوية، ظهر له يزبلح فيه، لكن مش يقعد يتعارك معاه، هو لا يحب لا عرك لا شقلالات، اسكت على نفسه وقال بينه وبين نفسه ما عنده وين يمشي بيهم، اللي ياكل عرق الجبين لازم يجي نهار ويخلصوا ثاني وثالث. ارماها ك3 ريالات في مكتوبه وبقى عارفه بخير وشد ثنية، يغني ثقته في المولى في هاك اللي من فوق يخلص الحقوق. برا ماشي ويغني ويطوح، وإذا به لقى شويب قعد في الثنية، قالوا انت هاك تغني شنو اللي مفرحك؟ قالوا علاش ما نغنيش، كملت خدمتي ومروح لبلادي لأهلي ومالية وأجري متاع 3 سنين في مكتوبي، مش تحب آخر؟ قالوا انت قداش خذيت أجرك؟ قالوا 3 ريالات كاملين متاع 3 سنين. قالوا اسمع، أنا راجل كبير وما عادش نجم نخدم، وانت صغير والدنيا قدامك والمستقبل قدامك، أعطيني هاك 3 ريالات، أنت ما زلت تخدم وما زلت تصور أكثر منهم. قالوا تفضل. خذاهم من عنده الشيب وقال له اسمع، أنت كيف قلبك كبير اطلب 3 طلبات، اللي تطلبه راهو ربي يجازيك بيه. قال له ايش معناه نطلب 3 طلبات؟ كيف ما يقولوا في الخرايفة، هاي مليح، نطلب مكحلة، ايه، ونطلب مزود، مليح، والثالثة قالوا اش نطلب زعما، اش نطلب اطلب، قالوا انت في بقعتي. قالوا اطلب القبول. قالوا شنو القبول؟ قالوا كيف تقابل حاكم ولا كبير ولا ملك يبدا كلامك مقبول عنده، واللي تطلب يجازيك به. ومد له مكحلة ومزود وبقاه له لد بخير ومشى على نفسه.
مشى مشى مشى، ومنها رجع على ثنيته حتى وصل للهنشير متاع عفو. يلقاه تحت شجرة يجمر في عصفور مش يرمي عليه حجرة ويشده. قال له تش تعمل يا عرفي؟ قال له مش نشد هاك العصفور. قال له استنى هاو المكحلة، وحط العصفور في النشان. حط العصفور في النشان وجبد عليه هبط. طار مسافة قصيرة وطاح. جاء في بقعة بكلها سدرة وقندول وشوك. هاك العصفور كيف طاح جاء في وسط الشوك. كيفاش مش يعمل له هاك الشايب؟ هبط في القاعة، اتمد على طول وبدا يمرد حتى دخل تحت هاك الشوك، ويمد في يده باش يوصلها للعصفور. واذا بيه الولد ايش عمل؟ جبد المزود حطه على صدره وحط القصبة في فمه ونزل عليه وبدا يضرب يزمر. يضرب لك فيه زندالي يعمل 66 كيف. الشايب من غير ما يشعر وقف، ما نجمش يغلب نفسه. هاك المزود هذاك مرصود كيف واحد يضرب به اللي يسمع يقوم يشطح. هو يحاول باش يقف والشوك يدق فيه. يزي قالوا بطل من الضرب، الاخر زاد في طنبور نغمة حتى ولا الشايب يشطح. وهاك الشوك شرق له حوايجه ووجهه ويديه وساقيه ولا لحمة ودمياته تسيل. الولد ترحل باقي يضرب في المزود والاخر باقي يشطح والشوك يقطع فيه ويعيط يزي 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 حتى قال له خذ هالكيس هذايا هاو مليان باللويز ويزي. ارماله الكيس خطفه الاخر وبطل وشد الثنيه مشى على نفسه. اش يعمل الشايب؟ مشى للحاكم مرضرض بدنه الكل مقطع ودمياته تسيل. قال له الحاكم شبيك؟ شكون اللي عمل لك هكا؟ تعرضوا لك في القطعيه؟ قالوا لا صانعي يا سيدي. حاسبته له ومشى على نفسه. في عوض اللي يمشي على نفسه شدني هاوش عمل لي وزاد فك لي كيس فيه ماكيت وكيت لويس. تسيبت عوان الحاكم الدور، لقاو الولد شدوه جابوه نزل ظهره. الكيس متاع الراجل في مكتوبه باللويز متاعه، والشايب في هاك الحالة هذيك احكم عليه الحاكم بالمشنقة. يا سيدي مظلوم يكذب عليا قال شيء المشنقة، وهزوه للمشنقة. كيف وصل كما يقول نطعة الدم؟ قالت هو اللي مش يموت مو يشهيوه. قال الحاكم ايه حق. اش تشتي يا ولدي؟ قال المزود متاعي انا راجل مغروم، ماذا بيا نعمل الاستخبار قبل ما نموت. الشايب اسمع قال لا يا سيدي ما تعطيهولوش. هو ما خذا المكحلة والمزود وقلنا القبول. الحاكم قبل عليه هاك المطلب هذاك وقال جيبوا له المزود نتاعو. جابوه له اخذاه حطه بين يديه ونزل عليه بذراعه وهو زمر التزميرة الأولى. وهاك الحاضرين الكل تحركوا، الحاكم والكاتب متاعه والشناق والناس الكل. هو زمر التزميرة الثانية والجماعة الكل ولاو يميزوا، ولاو كلهم يشطحوا كيف الشناق. والشناق سايب الحبل بكل. زاد هو في الضرب زادوا في الشطيح. الكل يضربوا فيه في زنز مخروقة تقول عليها نعيمة الجزائرية، تقول عليهم الأغبابي وبناته. والشايب يشطح ويصيح ويقول تايب، راني نكذب عليه، راني ما خلصتوش في أجره، اكليته في عرقه. والحاكم سمعوا وفهم الناس قالوا يزي يا ولد يزي يزي يزي، هاي يزي النهروز نتاعك ولا بطل.
والحاكم آذن هاك الشايب على هاك الشايب بالحبس على خاطر ما كفاهش إكلا حق الخدام بتاعه زاد شكابيه بالباطل. والولد أرمالك مكحلته على كتفه وهز مدده وهاك اللويزات اللي في الكيس خلصوه ثاني ومثلث في 3 سنين خدمة تاعو. ثم امرأة طلقها رجلها. كان في السابق اطلاق عيب وعار وقليل ياسر، واولاد الاصول ما يطلقوش، ثم تبقى من الناس اللي ما يعرفوش يطلقوا. وحتى اذا كان واحد قدر عليه ربي وحضر الشيطان بينه وبين مرته وطلقها، يبدا حاشم وماذا به ما يسمع به حد، وكيف يبدا ماشي في الشارع يظهر له كأنه الناس الكل يتغامزوا عليه ويوريوا فيه بصبع. وهذيك تقعد تاريخ في العائلات، وتلقى ساعات واحد يقولوا عليه تي هذا كمان هاك العام جده كان طلق مرته، ولا عمه ولا اخوه ولا خاله. والمرأة كذلك إذا كان طلقها رجلها تبدأ كأنها اش من عملة عملتها، والموت خير لها من الحياة، ويبداو الناس نابذينها وحاقرينها وما عادش تلقى راجل. هالمرأة اللي طلقها رجلها قلنا اسمها جبرة، قدر ربي يحضر الشيطان بينها وبين الرجل، قال هاك الكلمة المشومة، مسكينة قلبها طاح، ظلامت الدنيا في عينيها، حلت باب الدار وخرجت كيف المساهمة ما تعرفش لوين مديها سقيها. ما تنجمش تمشي لدار بوها، خايفة من والديها وحاشمة من الأهل والجيران اش مش يقولوا واش مش يسميوا، ونسا ماهو كلامهم ياسر وتفسيخهم ياسر ورميان المعاني متاعهم ياسر، ومسيكن اللي يطيح في يديهم. بدات ماشية بالخطيوة حتى وصلت للغابة، زادت القدام توغلت في هاك الغابة هذيك، عشت العشية طاح عليها الليل، جات تحت شجرة وقعدت هي هكايا، وتسمع في الزهير وفي ضرب الطبل، وتشوف فيها الصيد جاي يهملج ويزهر ويضرب في أجنابه بذيله وعامل كيف حس الطبل، حتى وصل لها. قال جابك لهوني، احنا نجيوكم من بلدانكم، لوين انت جايتنا من غابتنا، عامله على الموت ولا شنو؟ قالت له لا مش عامله على الموت، اما راجلي طلقني. قال له انت وش عملت له؟ قالت له ما عملت له شيء، ظلمني. يا عادي اذا كان هو ظلمك. قالت له اذا كان هو ظلمني تزيد انت تاكلني ولا شنو؟ يا اخي ايش عملت قدام ربي؟ قال لها مليح، اقعد عليك الامان، تحب تعيش معايا؟ قالت له اللي عملت مبروك. قال لها ما لا يقوم تبعني. قامت بدأت تتبع فيه هو ماشي حتى وصلها للخشة متاعه. يا سيدي ولات عايشة ثم، وهو كل صباح يخرج يسرح ويجيب لها مرة أرنب، مرة حجل، مرة ثعلب، مرة غزالة، وهي تشعل النار وتشوي وتعشى. وكلمة أعوذ بالله ما جاتش بيناتهم، هي ماشية في حظوظه وهو يجري ويقول يا قلة الصحة، عايشة معاه في خيار الخير، وهو النهار الكل يكركر ويجيب. ليلة روح لقاها مسكنة تتكلم بالمساسك كما يقولوا. شبيك؟ قالت لاباس. قالت لا لاباس.
من غدوك كيف كيف. شبيك يا بنتي؟ حاجتك بحاجة؟ ثماش شكون تعدى عليك؟ قالت له لا. تباك توحشت ناسك وماليك. قالت له ايه، ما انا توحشت امي واخوتي ودارنا ومالينا وجيراننا، ماذا بيا نطير منهم وحشه. اخي انا ما عندي حد جابتني حجره ولا مجرى. يقول لها عاد قلت لي هذا اللي عليك، غدوه نوصلك. من غدوك قاموا على الصباح، شدوا ثنيه، وصلها الاخر الغابه قربت للبلاد. قال لها هاك زيارة نبي 3 أيام، نهار ثالث يوم على الفجر نجيك ونهزك، بقاها بخير ورجع على نفسه. دخلت هي للبلاد، وصلت زنقتهم، دقت على باب دارهم، شكون؟ قالت جبرة. جبرة. خرجوا يجريوا، امها واخوتها يبوسوا ويعنقوا، سمعوا الجيران فزعوا الناس الكل، ولات متفرحات، والداخل داخل يهني والخارج يهني، وماكل وسهريات، وين كنت هالغيبة وما بلادك لاتك. قالت لهم يزيني من العباد ويزيني من الرجال، ماخذة صيد. شو ماخذة صيد؟ كيفاش صيد؟ قالت لهم صيد. شنو كيفاش صيد؟ وبدات تحكي وتونع وتفخر كيف ما تعرف النساء تفخر رجالها، القوة والشجاعة والعفرتة والشلاغم المبرمة، واش يجيب واش يجلب، والهوش الكل تخاف منه، والعباد الكل تخاف منه، وعايشة معاه عيشة الهناء، وهو يجري ويطيح ولا يعرف لا سهرية، لا يعرف لا هملة كيف الرجال، ما يعرف الا الخدمة وما يجيب لها الا اللي يرضيها. وهاك النساء حال افامها طاقة يسمعوا في عجب ربي. واحدة تقول له كان خذيت سيدة مش خير من هاك الراجل الطيرة. واحدة تقول على سعدي المكفس ولا اني خذيت سيد. واحدة تقول لطف يا ربي كان ناخذ سيد وكيف يقوم ياكلني بربي. وهي نهار الكل تشكر، ما تقول فيه الا المليح، تشكر وتمجد، وهي في خلافات من عقلها. لكن الام ما هي ديما مشكاكة. بعد ما يخرجوا الناس الكل وتتخالى بيها، تبدأ تنشد فيها وتسللها في لسانها كما يقولوا. بالك بنيتي مش عامل معاك المليح، بالك مش عامل لك قدرك، بالك يقوم شي ساعات يخوفك ولا حاجة. تقول لها لا ميمتي ولا صميمتي شيء، راجل وسيد الرجال وكامل الصفات. حتى الليلة الأخرى بدأت تلح عليها، حتى قالت ميمتي ما فيه إلا حويجة فمه أبخر. هاو السيد اللي قالها مش يجيها على الفجر نهارتها، نهار الأخر، نهار الثالث يوم باش يهزها، جاء بكري شوية، هو في قفا الدار وهو مازالوا ساهرين، اسمع هاك الكلمة هذيك قالت فمه أبخر، رجع على ثنيته وعاود رجع مرة أخرى على الفجر، خرجت له شدوا ثنية، رجعوا للغابة بتاعهم. لكن الهيئة متاعه تبدلت، عرق الغضب بين عينيه. هي تقول له شبيك يا سيدي، وهو يقول لا حتى شيء. اش جرالك يا سيدي؟ يقول لها ما جرالي شيء. تيش سمعت؟ يقول له شيء ما بيه، ما سمع حتى شيء. حتى نهار هو يدور هو وياها في الغابة، يلقاو شقور. قالها شدك الشقور هذاك، ويجا اضربني بيه ما بين العينين. قامت تضحك، وقت نضربك؟ كيفاش نضربك عاد وبشقور زادك اللي مازال ما سهلوا عند اهله. قالها قلت لك اضربني. شنو قالت له؟ ولا صار هو بالمنجد؟ قال لها اضرب. قالت له ريح الزماء هاك اللي مازال نضرب سيدي ومولا بيتي بشقور زاد. لا يا سيدي ما نجمش، ولا تغشش وحمارت عينيه
ولات كيف قطاع النار، وقال لها تضرب ولا توا انقص لك راسك. ولات خافت وشدت الشقور وهزته بزوز يدين اعلى من راسها، وتقول له به العرب رحلت، شقته له راسه على اثنين، وبدا الدم يجري. بدات تتفركس هي في الحشايش، وتحط له على هاك الجرح هذاك حتى كف الدم. وقعدت 30 يوم بلياليهم وهي تحط له في هاك الحشيش هذاك، حشايش تلقت فيهم من الغابة حتى تغلق الجرح وبرا. الحمد لله على سيدي، وهذا النهار المبروك وهذا النهار السعيد. وبدأت تزغرط. يا أخي قال لها اسكت اسكت، الأبخر ما يزغرطوش عليه. وقت شنو هاي كلام؟ قال لها لسانك صوانك، كان صنتو سانك كان خنتو خانك. الجرح يبرى يا جبرة، تبرى عليه الضميدة، وكلمة السو يا جبرة تنسى وتصبح جديدة، وترمى عليها كلاها. يقولوا اللي البكوش ما تفهم لغته إلا أمه، وكذلك المهبول مش أمه، أما المهبول اللي كيفه. العاقل ما ينجمش يتفاهم مع مهبول، أما كيف يجيب له واحد كيفه. إيه شوف كيفاش يبداو متفاهمين. قالك هاك العام هرب مهبول من التكية، ما هم كانوا يحطوا فيها هاك المهبلة الهايفين اللي يبداو يتصايحوا ويقطعوا ويريشوا ويضربوا ويقتلوا، ويبداو عاملين عليهم عسة صحيحة، واللي مكتف واللي في سلسلة واللي مدقوق في الحيط. انهار واحد منهم غافل العساسة وفلت، وصل حتى للباب، حل الباب، خرج سيب في الشارع بتاعه يجري. قامت الصيحة، مهبول هرب بالتكية، وكل واحد هارب من جهة خايف على نفسه لا يضربوش بعد ضربة، وهو كأنه صيد تسيب من القفص، وعينيه تتشاعل ولحيته تخوف، ما هم لا يحجمون ولا حد شيء. وصل الخبر البربار، اجبد الصوت وشد جرته. بربار هذا كانوا يعرفوه هاك العام اليوم 50 سنة ولا قداش. هذاك هو اللي يعس على المهبلة في التكية. شد جرته، شد 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 شيء. اللي يشوف المهبول جاي يلصق الحيط، ولا يعمل على سقيه ويقول اخت راسي واضرب. يجري هاك المهبول حتى وصل قدام جامع القصبة. ثم راجل ماشي ومعاه وليده، كان يشيلوا في شاشية ومروح بيه. هاك الوليد هذاك عمره عامين ولا عامين ونصف، اش اللي حتى خطوته ما زالت مش ثابته، وبوه شده من يده باش ما يعثرش وما يطيحش. يخلط هاك المهبول جاي يجري من تالي، وقت اللي حس اللي كلاه الحافر وقرب البربار، يخطف الولد ويدخل به للجامع. باب السمعة محلول، ادخل له بدا طلع في الدروش. تلمت الناس، خلط البربار بالصوت متاعه، بول ولد يضرب على وجهه وكشاكشو على فمه. واحد زعيم نقز طلع على السمعة، المهبول السمعه طالع في جرته، زاد جرى حتى وصل لفوق بالكل، وطل من الشباك وخرج الولد وقال إذا كان تقربوا لي راني نرمي الولد. وإذا كان ترمى الولد من الشباك بتاع السمعة ما يوصل القاعة إلا طرف ما يلحق طرف. قعدوا هاك الناس باهتين كيفاش باش يعملوا. واحد قال نجيبوا سلوم، قالوا له إذا كان تنصب السلوم على السمعة ما هو يرمي الولد. واحد قال نجيبوا إخبان نصبوه،
قالوا كيف تصب الخبار من الجهه هذه مو يرمي من الجهه الاخرى. اللي يفكر فكره تطلع مش طريقها. وسلموا امرهم لله. وام الولد وصل لها الخبر خلطت وبدات تجولح. ولا بربر ما هو ليل مع نهار هو في وسط المهبله ولا يعرف امورهم ويفهمهم تقريبا. قال لهاك الناس ركحوا الكل، حتى حد ما يقرب وحتى حد ما يتكلم، خليوني انا ندبر. وقلب النعال رجع للتكيه. جاء الواحد من المهبله نحلوا حلوا السلسله وخرجوا معاه. قال له اسمع، انا نعرفك عاقل ونجد فيك بالعقل. قال ايه؟ ها يا عم بربر تعرف العقل؟ قال له ايه اما ظالمينك، لكن ايش نعمل يا ولدي؟ انا قاعد نحسن لك في الحياه تو نشوف تو ندبرك في نسيبك. اما شفت فلان تعبنا اليوم وهرب وشد ولد صغير طلع به للسمعه وقال يحب يرميه من ثم. وليد صغير ايش عمل؟ مازال ما شاف شيء في الدنيا، ملايكه. اسمع يا فلان، قال له هالنازله هذه انا نعرف عندك، دبر ردوا كيفاش تردوا للسواب وتمنع الولد بالموت. قال له هاتهن يتعرف عندي. دخلوا للجامع وصلوا تحت السمعه، هز راسه شاف صاحبه. قال له يا قليل العشره، هكا تخلينا وحدنا فلان وفلان 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 اللي تحبه وفلان اللي مستانس تلعب معاه في الخربقه وفلان ما عزبك حد منا ماشي هكا ومخلينا هاك الكمبي متاعنا الكل يقعد ناقص. وشنية سهرتنا الليله بلا بيك؟ كيفاش باش تكون عشوياتنا وهاك الجوهريات اللي مستانسين نعملوهم في الصباح كيفاش يتعداولنا في غيبتك؟ قال له ولع الشيطان ويرجع معايا للجماعه. قال له تمشي من قدامي ولا نرمي يا ولد تو نجلد بيقع. الراجل ما مستعرف حتى شيء وحتى صاحبه ما حبش يفهمه. ولا الاخر قال البربار خلي كل شيء هكايه، اسكتوا يا ناس ولا تقلقوه، لا تقولوا له حتى شيء. معايا يا عم بربار. خرجوا من الجامع، كل حانوت يطل عليها، هذه حانوت تباخ، هذه حانوت عطار، هذه حانوت الحجام. دخلوا للمر حتى وصلوا لحانوت شريف الزريبي. هاك تصاوروا كلافاريات وعشنو الغراب ومنشار. قال له السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا بربي يعمل عليا مزيه، سلفنا هاك المنشار هذاك تقيقه من زمان. كيفاش؟ قال شريف هذاك معوني نخدم بيه وهذه ما جات في كتابي يا ولدي ما نجمش، كيفاش نعطيك معوني؟ قال له عم معروف اعطيني هاك المنشار دقيقه من زمان. تكلم عم بابا. قال له انا ما تخافش، هاو نجيبه لك، انا بدي نجيبه لك. اخذا المهبول هاك المنشار هذاك ورجع للجامع والاخر في جرته من حين هذا بالسمعه، ومكن المنشار في الحيط تاع السمعه. الاخر يطل من الشباك شاف صاحبه داخل من الباب ويتبع فيه حتى وصل للسمعه وجبد المنشار وماشي يجر. قال شنو ايش باش تعمل؟ قال له مش نحصد امها مساس هكا. قالوا ترضاني وخيك نموت؟ قال له تهبط وترد الود ماليه ولا تو نهبطها السمعه كلها. قال له ما تعمل حتى شيء، هاني هابط. وهبط حشاك ورجع له لد لبوه ولمه وحط يده في يد صاحبه وشدوا ثنيه للتكيه وبربار وراهم يترشق في الصوت نتاعو. اليوم جات مناسبة باش نحكيو حكاية السعد والعقل. السعد والعقل كاين هزم الناس، كل واحد يقول انا خير من الاخر وديما يتعاركوا في الموضوع هذايا. انهار هما متعدين الاثنين ويشوفوا فيها عربي يحرث في طب ارض، قش بيه على اللحم
الرقاع عد وغلط، وشاشية تثبت على عرس جده بيضة وأرميها على الحيط طابت فلوس. قالوا ويا نجربوا بعضنا في هالعربي هذا ونشوفوا شكون منا خير من صاحبه. أي شكون يبدأ الأول؟ تقدم السعد قال نبدأ، وبدأ يخدم في شغيلاته. هاك الراجل كان يحرث يا أخي وحلت سكة المحراث في حلقة طبس تي هذه واشي اجبد هاك الحلقة هذيك واحنا في الخامة عر عليها انا حطراب من ذميك الخامة، هز هاك الخامة ذيك يلقى دروج، اهبط يلقى وسط الدار واربع بيوت متناظرين وكل بيت فيها عرمة جوهر وزبرد وياقوت. كيف البدو يفر باع ما فمه طاقة وعينيه علاقة اخزر ما فهم شيء. في وسط الدار ثم حوض التراب متاعه عنبر ومغروسة فيه شجرة ديامونت والثمرة متاعها زمرد وياقوت. ما عرفش قيمة هاك الخيرات المفرتة، جاي طالع فد ما عجبه شيء. اظهر له كسر عرف من الشجرة هذيك رشقه في قرنه. العقل قال الساعة شفتي لو كان عنده عقل راهو مش هكا، هالخيرات الكل ما عجبوا منهم شيء. قال له ارزن شوية ما زلت عندي ما نعمل. خرج السلطان تاع هاك البلاد هذيك المصيد هو وزيره، هو ما يسيروا على خيلهم، والسلطان وقف حصانه وقال له يا وزير هالجهة هذه فيها ياقوتة اللي ما اتاش الدهر بمثلها. كيفاش؟ قال له عرفت يا سيدي، قال له بالنور متاعها تشوف الدنيا كيفاش ضاوية هوني. اي نزلوا على قدام، نزلوا على الشبور متاعهم برا ماشيين حتى اظهر لهم على بعيد الراجل يحرث وضوى على قرنه كأنه عرف تريسيتي. قالوا ها هيك الياقوتة اين نمشيو له؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يعينك، شنو هذا اللي راشقه في راسك يا ولدي؟ قال بعرف نحيته من صدره. وين هي الصدره؟ قال يعطيها بعزاد نبته تحت الارض. وراهم الرخامه هزوها هبطوا واحد في جرة واحد حلوا فمهم. هاك السلطان على ما يكسب بالخيرات ويحكم في المال والارقام ما يكسبش نصف ساعه من هاك الحصحاص المكوم هذاك. قال هالعربي راه ما عرفش قيمه الكنز اللي لقاه، اش نعمل يا وزير؟ قال له يا سيدي انا يظهر لي نطلعوا ونردوا الرخامه بقعتها وغدوه نبعثوا 500 من البل بعدينهم يعبيوا الكل ويجيبوا الخزنه. قال هذه هي الدبار. اي طلعوا رجعوا الرخامه لبقعتها. العربي قال لهم اشبحتوا ما يعطيهم رديا دايرين بيت في الوطاء باش يدنوا فيها حصيحصات. قالوا ايه شفت ما ابهمهم. ركبوا على خيولهم مشى، وصلوا للسرايا لموا الجمال ركبوا عليهم العدايل، طابور عسكر والوزير من قدام، ولموا كل شيء ومقابلوا الخزنه. العقل قال للسعد شنو فكرك؟ قال له اسكت وزلت عندي ما نعمل. السلطان قال للوزير يا وزير تك العربي اللي كان سبب في كل شيء واللي جاب لها الخيرات الكل يا اخي اش يظهر لك نعملوا معاه؟ قال له يا سيدي تسبب لك فيها الثروه اللي تغني 1000 سلطان كيف كنتي، انا يظهر لي جزاه نعطي بنتك وباقي ماكش خالص معاه. قالوا قلت الحق اين مش يجيبوه؟ اركب الوزير والليوان وباش حامبة دايرة هذه باش تكون نسيب السلطان. امشاو جابوه مقابلة للحمام يد ساق ساق
أحفات الكاسات باش تنحات هيك القشرة اللي على جلده، خلوا عليه بدلة متاع ملوك، أي طلعوه للسلطان. قالوا ماش نعطيك بنتي. قال له أنا متسمى على مبروكة بنت عمي، واش ندير لها؟ قال له شفت تبايرك يا وزير؟ قال له يا سيدي ما شفتش النقد اللي جابوه لك زاد. توا السعد قاعد يحمش في الوزير ويتكلم على لسانه. أي حضروا شهود تكتب بالصداق. باتت عوادة للصباح، والعربي قلق، قال له كان درت نجمة وطبال وزكار خيم هالشنيشينات والديدينات. أي دخلوه على عروسة بيت موم عزيزة وغالية وبيلية من آخر طراز، زربية أعفس طرق، من حين وهزها ورقد في القاع. قال الأرض تجيب القمح والشعير، وبداش خير وعامل عطعات حتى الصباح قام خرج، والعروسة تهز في عين وتحط في عين، تخزن في عجب ربي. روح عند لول للفطور، طاولة منصوبة متاع ملوك، اضحك على هاك الفراقة في الكيسان وكل صحن فيه رويحة. قال لا كست سي لا رفيس لا مسلان، خلت جلت وكله كلا طرف خبز وقام خرج. في الليل كيف كيف هز الزربية ورقد في القاع. في الصباح كيف خرج عيطت العروسة للخادم تاعها، قالت لها خذ كما نقولوا هال 100 دينار وامشي شيلي بهم قتال حسن من يعدي، وحطه له في الفطور خليه يموت نرتاح منه. وقتها ضربت زمارة الانذار عند العقل. قال للسعد هيزي توه اللعب بالخلق والخلق اقتل، هاك وصلته باب القبر يكفيكش تو. قالوا ما لا ادركوا انت ومنعوا من الموت. تقدم العقل وبخر البخور متاعه، واذا به الراجل كأنه حجاب كان على عينيه تنحى. كان في البطوار يتفرج في الذبيحة وينقز مع العجول وحوايجه بالدم، ما عجبته الا هيك البقعة هذيك في البلاد. من حينه اقلب النعال للحمام، بعث طياب للسرايا جاب له تبديله، حجم برقش خرج كأنه عروس جديد. تعدى للبركة شراقت عاد صياغة مهمين شغل الروح في الروح، ومقابلة للسرايا البيتو. لله قال لها شنو احوالك؟ كيف انك بايته؟ هي راني كبار على طراب صباتك. ويدور بيها ويمرحب كأنه كليب، وجاء عند ساقيها وقعد يخزلها من لوطة الفوق وعويناته تبتبت. ومنها قال نمشي نطل على سيدنا، سامحني ما هو دقيقة أنا جاي. امشى شاور اذن له بالدخول، ادخل قدم وخر اعطاك للسلطنة وطبس على السلطان يكب ويحب. قعدوا السلطان بحذاه يتكلم في كلام عقال كلام مرتوب. قال له يا سيدي وقتاش يظهر سيدي هاك الزيق نقسموه وكل حد ياخذ بايو، على خاطرنا ماذا بيا اذا كان يظهر لسيدنا نبني اسرايل لله ونحب نشري هنشيل ونعمل فلاحة، قداش نقعد قاعدة، وماذا بيا نعمل تجارة بين البلدان ونخدم الناس ونبعث القوافل للسودان وشقوفات الاسكندرية والهند ونجيب السلاح ونعمل حركة في البلاد. وبابا الوزير ماذا بينا نعطيه بايو زادا. السلطان قال يهو يتكلم كيف الناس العقال هذايا. قال له يا ولدي انا لا نحبك لا تاجر لا فلاح، انا ناوي نعطيك شطر في محكمتي. ربي ما رزقنيش بولاد، بعد ما نام عيني تكون انت السلطان يا سيدي. قالوا ان شاء الله بعد عمر طويل، انا لا ينكبنا فيك ولا يغيب لك خيال. واستاذن وخرج مشى لعروسته. بنت السلطان كيف شافته تبدل ويتكلم كيف الناس ويمرحب بيها، قلنا كي كليب. قالت الخدم هزك الفطور هذاك اللي فيه قتال وجيب فطور اخر. وقبلته بوجه ضاحك لاعب والبوسه فيه بشريف. والعقل قال للسعد قلت لك شي اللي السعد بلا عقل بلاش منه خير. قالوا الحق معك،
إذا كان ما معاهش العقل يوصل مولاه من المهالك. يحكيوا على واحد قليل خدام حزام عنده امرأة ومزيش أولاد، يصور في رويل في النهار، هاك الريال هذاك يشري بيه خبز وزيتون ويروح لهم بيه يتعشوه، لا نهار حصل باش يجيب لهم يطيبوا شكشوكة، لا جابر طل بطاطا ولا نصف ساع فول، إلا الخبز والزيتون يحك فيهم ولك فلك. حتى فد قال ملك ربي واسع، هات نمشي نهج فماشي ما يجيب ربي وجهي في الضوء. لا قال لا سما شد ثنية، برا ماشي عليه وعلى بلاد. دخل البلاد قعد يدور في الأسواق، حتى عرضه شايب قال له تخدمش يا ولدي، قال له اللي يعمل خير ما شاورش، قال له يتبعني. مشى معاه، وصلوا الحومة، قال له اسمع يا ولدي ساعة شرط قبل كل شيء لازم نقربك عينيك. قال وش بيه؟ اجبد الحرمة ربطها له على عينيه وشدوا من يده بدا يقود فيه كيف الأعمى. وصلوا لدار في قاع زرقاء، حل باب، دخلوا الصفة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، 7 بيبان اللي حلهم الراجل وسكرهم. ومن هنا حال القراط على عينيه، يلقى نفسه في وسط دار ازليز وكذال ومرمار وبيوت متناظرين وخاصة في الوسط. دخلوا البيت، دخلوا المقصورة، حل الباب يلقاو انفسهم في جنينة من هاك الجناين بتاع الملوك والسلاطين اللي فيهم ما يقول الفم واللسان كما يقول. دخلوا من ممشى الممشى حتى وصلوا البير، البريون محطوط وقفص فيه عصفور وشكارة بالزوال. قالوا يا ولديه هاي الخدمة، طلع لي الماء من البير وصب للعصفور باش يشرب، وعبي له صندوقه بالزوال. اي ربي عينك عنده نجيب لك الفطور. قال هي خدمة سهلة مهلة. عبى الصندوق مشكارة بالزوال، حط قدام العصفور وجبد البليون ارماه في البير، طلعوا جاي يصب فيه القزوة الوفاء. صب الماء، دار الشكارة، عبى الصندوق مرة أخرى، اتلفت يلقى الماء وفات. اقعد مرة يعبي في الماء ومرة يعبي في الزوال، لا وقف لا ارتاح حتى ولا العرق يصب منه. اي عند لول جا الشايب جاب له خبزة وطرف زيت وكبار وزيتون. اي قال له اقعد افطر. اقعد افطر، شرب ماء، قال له يقوم اخذ على نفسك ربي عينك. وقام ورجعتك المحبوكة كيف السباح، يعبي الماء يلقى الزوال وفاء، يعبي الزوال يلقى الماء وفاء حتى لليل. جاء الشايب جاب له عشاه واعطاه البيت القد فيها. اطلع الصباح قال له يشد خدمة، يجبد عليها 3 أيام على هالمعدة. كمالة الثالث يوم قال له يا ولديه الخدمة راهي فات وما تعطيك أجرك. دخلوا البيت مكون فيها المحبوب كأنه حصحاص وقلبه محطوطة، مد له شكارة وقال له كيل ايش تحب. كيفاش قال نكيل؟ شو كيل؟ قال له كيل وحط في شكارتك وهز. قال له اخي اصل العاده الواحد يخدم 3 أيام يقولوا له كيل من المحبوب قدر تحبه. قال له انا مستانس نخدم من الناس في الخدمه هذه والنهار بويبه محبوب. قال الله يبارك. كيل 3 ويبات محبوب صبهم في الشكاره ورماه شكاره على كتفه، ويا في الامان بقاه بخير شد الثنيه مطبس باك الشكاره خشمه في القاعه. قال تو وين نمشي؟ ها وين نمشي؟ نروح لبلادي.
المرأة والوليدات. ها 3 ويبات محبوب، توا نبني بيهم دار ونزود البنيات ونولي شاه بند التجار. شد الثنية برا ماشي برا ماشي، حمات عليه القايلة وتعبك شكر هذيك ولا شهيل يرقرق وشاح الريق في فمه، لا شجرة يقعد تحتها لا بير لا عين. بدات بشوية بشوية حتى ولات عينيه بدات تظلام من العطش، ماشي يغيب على الوجود. وإذا به يشوف في هالقرباجي بسقط به الأرض. يا خويا قال يا قرباجي يا قرباجي، قال بس. قال له أعطيني اشري ماء يرحم والديك. قال له تفضل. هو ما جده قال له استنى قبل كل شيء، شربة الماء راهي بويبة محبوب. شنو هو؟ شربة ماء بويبة محبوب. قال له كان يخلصك ولا مش لازم؟ عيب خاطرك. قال شنو؟ لا 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 صاع لا حفنة لا صاعين لا ويبة كاملة. قال لك هو مشى لاخوي جا الراجل مش موت بعطش. خذ اعطاه ويبة محبوب وشرب حتى هو وما شد الثنية. طاح عليه الليل بات في الخلاء. الصباح شد الثنية حس الجوع، ولات مصار تخرط ومن الاوراق طبق، ولا يفركس يلقاش حتى حشيشه ياكلها، ما ثم حتى شيء الا الصحراء، لا نبات لا خضار لا دوار عرب لا سارح لا بنادم لا هايشه. هو هكايا وهالفطاير يبسقط به الارض تبقوا في يده وهو يعيط فطيرات سخان وتربح. اجا قالوا سي فطاير اجا هوني هات فطيره. قالوا هات فلوس ساعه قبل. قالوا عاد نخدم عليك انا قداش تحب؟ قالوا الفطيره بويبه محبوب. شنو هي؟ فطيره بويبه شال البلاد هذه. قال لك اهو انا نبيع بالشرعه كل قد يظهر لك انت. اما السوم ويبه محبوب، كان تحب تاكل هالطبق الكل كل ولا فطيره برك. اما السوم هو الويبه. قال الناس ما حاجتيش نقعد بالجوع، لكن هو مش مشى هو عيط له هات. قال له كما يقولوا الموت. كاين له ويبه محبوب وحط قدامه هكا طبق اشكاله ان بيس دعبيد حتى شبع. شد ثنية توا طبقات له ويبه محبوب. برا ماشي حتى كهب على البلاد ووصل كما تقول انت المنوبه ولا البارد. اش مازال له خطو التين وهو في الدار. قعدت له ويبه محبوب، لكن ويبه محبوب تعمل حال. يا اخي هو ماشي ويخمم كيفاش توا مرته وبناياته مش يفرحوا بيه، واش مش يقضي لهم للعشاء، واش مش يحكي لهم على العجايب والغرايب اللي تعيط عليه، وشكون المعلم البناي اللي مش يجيب يبني، وشكون الدهان وشكون الى اخره. وهالصباح يجري في جرته بحصان يخلط عليه يهبط يتمكن به. صار انت هوني. قال له يا سيدي واحنا من البارح نفتشوا فيك الله. قال له اش عملت؟ قال له انا مش نحكي لك على عملت. اذا تسرق خزنة السلطان وتقول اش عملت، تقولش كارتك على كتفك باش نامتك وتقول اش عملت. ايا قال له للزندانه مقابله المشنقه، وبدا يكركر فيه هكا. يا ربي قال له قد ما تعذبت، واليوم كيف وصلت الزبده لفم الشكوى مش تولي لي مشنقه. بدا يضرب في خماسه وفي اسداسه، ومنها قال له اسمع يا اخويا، خذ هالشكار هذه واسمعني لوجه الله. حط ثم قال له واذهب قدامي. امشى يتنفض في غبرات الموت. ومنها قال تو انا باش مشيت وباش جيت، مش نروح للدار بداية فاغينة، نرجع نشد خدمتي وناس ما كان باس ونقعد نصور في هيك الرويل واحنا باقي عايشين بالخبز زيتونه. لا، نرجع لهيك البلاد ونعاود ندبر طرف محبوب. يقلب النعال الثنية اللي جابتها ضده. اي ما نطولوا بحديث وصل لهيك البلاد اللي عرضوا له لا ياك شيء. اقل على السلامة تشبيك رجعت؟ قالوا بالمكتوب عندكش خدمة يا بابا. قال له يا اخي هاك اللي عطيتهولك ما كفاكش؟ قال له لو كان تشوف راهو جرالي وما جرالي ما ضويت منهم حتى صويرلي.
قال وليدي هاك القرباجي هذاك هو انا، والفطايري انا، والصبيحي انا، وانا ملك نزلت لك من السماء، قسمك راهو ريال في النهار، زايد باش تفكس خدمة اخرى ولا تعب نفسك، برا ارجع لبلادك، راهو هذاك هو رزقك. وهذه حكاية متاع جدود هاك اللي كانوا راقدين بالنوم ويقولوا يرزق العمال البطال، حتى حلوا الباب للاستعمار وكانوا ما يعرفوا يقولوا ان ما غلبتهم من ناحية الموت، وهما بايهم في الدنيا واحنا باينا في الاخرة. لا، بنادم يلزم ويخدم ويجاهد ويدور مع العلة باش يسعد وباش يترقى، وربي قال انت عليك بالحركة وانا عليا بالبركة. يحكيوا على تاجر متزوج، راجل مبسوط وعنده برشا رزق وخير خمير، اما ربي مش عاطيه على قد قلبه، مرته جات مش ناس ملاح، مش بنت اصل، ما قعدت له الا على هاك الرزيق هذاك، وماذا بها يموت وتورثوا، وربي مرزقهمش اولاد، ولات خايفة لنهار اللي يمد رجله تخرج هي يد على راسها. قالت له اسمع يا ولدي، احنا ما جبناش ولاد، توا نهار اللي تموت لبعد اهلك وماليك يقلقوني على الرزيق ويخرجوني منه نملز، اكتب لي رزقك قبل ما تموت. لا حشمت لا ندات، لا قالت حتى بعد عمر طويل، ولا لا ينكبني فيك، ولا لا نحكي على عين مطراه، ولا جلدك بجلودك، ولا بخيالك خير من كل شيء. أي بدات به كل يوم تجبد له في الهدرة هذية وهو يمني فيها، حتى قالت أنا إيش مش نخسر، تيهات نكتبه لها ونتهنى ونربح راحتي. مشى جاب العدول وكتب لها كل ما عنده باسمها، الدار والهانشير والحانوت الفلانية والمخزن الفلاني والسنة الفلانية، اتهنات. عند لول روح باش يفطر، يلقى الباب مسكر، دق، قال شكون؟ قال له حل. قالت مش نحل، قال له حل الباب. باب دارك هذا؟ اي برا مش على نفسك. عجايب. قالت له ما تكسب معايا حتى شيء يا بنتي على الشيطان. قالت له كان تكسب معايا حاجة مدك واخذك، وعلى كل حال ما تقلقنيش ياسر، ها هو كان حاكم بيناتنا. قال هيا نمشيو له. ارمات سفساريها على راسها وخرجت معاه، مشاو للمحكمة. بدات تبكي وتصيح وتندب في وجهها، يا سيدي انا غريبة وما عندي والي ومراه ولية، افصلني من هالظالم هذايا، راهو هامل وراهو يغيب عليا بالليلتين والثلاثة، ويدخل يضرب ويخرج يضرب وقاتلني بالشر، وتوا هاو جاي يقول لي اكتب لي رزقك. ما نكتبلوش يا سيدي، شريعة نبيع معاك، طلقني منه. كيفاش؟ قالوا يا ولدي تعمل هالاعمال تاع مع مرتك. قال له يا سيدي تكذب علي، ما محتاجه حتى شيء، ماكله شاربه لابسه في الخير تخلط، والرزق رزقي جبته انا بذراعي. قالوا له كان مرتك متهنيه معاك هي تطلب الطلاق، وهالرزق هذايا تهاو الكل مكتوب باسمها، كيفاش تكون تاعك؟ يا ولدي الشرع يحكم بالظاهر، انت ظالم، اي طلقها والحبس. ما بيدو ما يعمل مسيكن، سمع لها في الطلقة وخرج. جاء تحت الحيط وحط يده على خده وقعد يخمم على حيلات النساء وعلى هباله اللي ماشي يعطي الامان للمرأة. هو هكايا ومتعدي راجل كبير كان صاحب بوه في السابق. يا ولدي قال له تشبيك يدك على خدك وانت تخمم؟ قال له يا بابا ايجا نحكي لك على غريبتي، راهي مرتي عملت فيها وعملت
والحاكم حكم عليا باش نطلقها ونسلم في كل شيء، وما نجمش نلوم عليه ولا نقول جا معاها ولا كلا عليا الفلوس، على خاطر رزق الكل أعمالي ربي بصيرتي وكتبته لها باسمها، والشرع على كل حال يحكم بالظاهر، ما عندي ما نقول. يا بابا دبر عليا كيفاش نعمل باش نفهم الحاكم ويعرف اللي أنا مظلوم. خمم الشايب، خمم قال له يا ولدي هذه نزلت نساء وما ينجموها إلا نساء، امشي لمرت الحاكم اللي يحكم لك في النازلة وهي تخلصك. طيب امشى دق الباب، خرجت له الخديمة قال لها بربي سلم لي على لله وبوس لي بيدها وقل لها تعمل معروف تقف لي وراء الباب، نحب نحكي لها بقصتي وكيفاش دارت بيا الدواير، راني مظلوم وباطل يزوق منه البقر. خرجت له للسقيفة وقفت وراء الباب وقالت له لا بأس عليك يا ولدي. شد الساعة بالبكاء عمل تروح ومنها حكى لها بقصته. بعد ما كمل حكايته قالت له برا جيب لي 4 دلاعات وامشي لسوق الحوت تشري لي 4 حوتات جيبهم لي. امشى شراهم جابهم. قالت للخادم طلعوا اللي عليه وقالت له اقعد ثم وتسلط اش مش يجرى، وجبدت قاورت هاك الدلاعات هذوما، كل دلاع حط فيها حوته. عند لول جاء الشيخ قالت له يا سيدي يندرى شكون جاب هذه؟ شنو هذه؟ قالت له ها هدية. قال 4 دلاعات. قال قص لنا منه وحيدا الفطور. هات السكينة يا طفلة. هي شقت دلاعة وتلقى في وسطها حوتة. عمت نفسها تعجبت صاحت وطاحت تخدم والعينين تغربت ومشى وجه الدنيا جا وجه الآخرة. داروا بيها، واحد جاب مفتاح ذكر، واحد يبخ فيها بالماء والشيخ يقرأ في آيات الكرسي. أي قامت وقالت يا حي من الحيان يقتل من قتلني. قال لها يا بنتي هذاك لازم الدلاع زرعوه على شط البحر، خرج الحوت بعض العظم نتاعه في النوار، كبرت شي حوته في وسط هاك الدلاع هذاك. أي خلي هذيك اجبد برجلنا دلاعة أخرى. جبدت الثانية قصتها خرجت منها حوتك في الأولى، الثالثة كيف الرابعة بالأمثل. قال ما تعرفش كيفاش الليلة طيب لنا العشاء كسكسي بالحوت، وهاوك عندك السفرجل بعثوه لنا من تستور، أي أعمل لنا عشاء باهي من يدك الملاح. هو خرج وهي طيبة كسكسي بالحوت حطته على جهة، وزاد طيبة كروانة برغل. جاء في الليل أي هات العشاء، كروانة على الميدة فوقها مكب، هزه يلقاه برغل. شو هذا؟ قالت له شنو؟ ما هو كسكسي بالحوت. قال له هذا كسكسي بالحوت؟ كذا هو برغل. قالت له هذاك برغل؟ كذا هو كسكسي بالحوت يا أخي شبيك؟ أهبلت يا راجل؟ قال له عجايب أهبل زاده. أنا مش هذا القباحة هذه نجمها هو مش نعيط لبوك يفصلني منك. لا الله مستانس تقول لي الكلمة هذه. هو خرج وهازت كروانة البرغل خباتها وحط في بقعتها شقالة كسكسي. هي هكايا ورجلها راجع هو ونسيبه. تمكن الشايب بنته ويعارك فيها ويسب ما تحشمش لابعد يا صفتك من نعتك، احنا يخرج علينا هذا، احنا مستنزع، احنا ناس كبار. قالت له يا بابا وراس بابا مظلومة، الراجل ما نعرفش بيه الليلة بربي هذا شنو. وعرات له قال لك كسكسي بالحوت. قالت له يا بابا هذاك قال لك برغل. قال له عيب عليك الشيخ. قالوا والله توا كان برغل. اي قال ويزي على كل حال ها هو
كسكسي بالحوت تو ولا. صلي على النبي واذكرك مولاك واقعد تعش على نفسك ولعن الشيطان. اي صباح الخير. خرج في جرته باش يسكر الباب، وهي هزتك الشقالة هذيك خباتها وركزت في بقعتها كروانة البرغل. ارجع خلاص البرغل رجع تو مش كانت شقالة كسكسي. قالت له مال هذاك شنو؟ يا امراه قال لها مش تهبلني، يا امراه مش تخرجني من عقلي. بدا يعيط ويصيح. طلعتها معها راس بحر، عندها ولد ترضع فيه، جبدت مخده وقالت انا ايش بيني وبينك هالطرف الحم هذايا. هاو ورمات هاك المخده هذيك في البير. هاو ارتحناش. المسكين يتخيل ولده ترماه في البير، قالوه وزادوه وخرج يجري. امشى جاب لها ابوها واخوتها، دخلوا يلقاوها قاعده على البنك وحتى ولدها في حجرها ترضع فيه. وش قالت الكسكسي بالحوت على الميدة. دخل هو الاول شاف الولد في حجرها قال شنو هذا؟ داخلوا هما في جرته قالوا انت مش قلت رمات الولد في البير؟ قامت هي زهقت بالبكاء وقالت له يا بابا يزيني، يا بابا ماني بليتك وكبيتك، هزني ما تخينيش بعدها. الراجل هذا يروه بل مش يقتلني، اذا كان تخلوه الليله راه يقتلني. وشوفوا ها هو كالكسي وباقي يقول لي هو برغل. قال لي وقت اللي وقتي سكرت وراك الباب رجعت لقيته برغل. قال هذا يهبل المسكين على مراد الله. خساره خزنه من العلم مشات، وتمكنوا به رماوا عليه اشتقيه باهيه وحدوه ربطوه في الحيط ويصيح وقالوا لها غدوه نجي ونشوفوه. هما خرجوا وهي جابت حطت الميدة قدامه ومشات البيت اخرى سكرت على نفسها وقالت لخديمتها قول للراجل اللي في العلي يهبط يتعشى. اهبط الراجل غسل يديه وسمى بسم الله وقعد يتعشى ويضرب في الحوت ويمشمش فيك الرويسات وعامل كيف، والاخر يخضر. بعد ما كمل العشاء قالت له يا بارة في الامان، والنهار اللي تسمع به رجع للمحكمة ارجع له في نزلتك. وجات لك المغبون مسلسل ومطبوخ في الحيط وكواته بكراع العيد ما بين العينين. من غدوة الصباح جاوا ابوها واخوتها يطلوا عليه قال لهم انتوما اخرجتوا وهي هبطت لي راجل من بيت العلي وتعشى من هيك الكسكسي بالحوت وهذا نخضر. قالوا مسكين تو ولا راجل هبط من العلي زاد. ابصر غدوك شنو الطلعه الجديده اللي مش يطلع بيتنا بها. هبل المسيكن والهبال قاعد كل نهار يتقوى عليه. يا خساره العلم متاعه. وخرجوا وخلوه مسلسل يجبد عليها شهر كالمعدل. حتى خمم قال هذوما مش مصدقيني، هات نعمل نفسي كنت مهبول بالحق وبريت. من غدوك على الصباح نسيبه جاء نهارك مبروك شنو احوالك؟ قال له نهارك سعيد. بربي علاش حاطيني فيها الحديد؟ قال له ماك مريض؟ قال له لا بس والحمد لله ما عندي شيء. قال مو على خاطر نزلت الكسكسي بالحوت والبرغل والراجل اللي هبط من بيت العلي. قال له ما في علميش ما فهم شيء. قال له مش مرتك رمات ولد في البيره؟ قال له علاش مرتي ترمي الولد في البيره؟ هي مهبوله تقتل ولدها، مرتي عاقله يرحم الولد من ربه. قالوا ايه هاي الحمد لله هاو براه. وحلوا له الحديد خرج مشى الحمام. من غدوك اصبح في المحكمه. في الحين سمع الراجل مشى وقف قدامه يا سيدي شريعة نبيع معاك، مرتي غارت عليا وتعدات على رزقي وشنو. قال جيبوها. جابوها. كيفاش يا ابني؟ قالت له يا سيدي الرزق رزقي وهاك الراجل هذاك يكذب عليا. قال كتفوها قل الحق. قال تكذب عليا. أي قل الحق. قال خير لك. قال تكذب عليا أضرب. قال هبطوها العصا كلات ما كلات قبل نهار العيد وحتى قرت بالحقيقة
والراجل رجع له رزقه الكل وقعدت هي مطلقة. يحكيوا على تاجر نهار هو قاعد في الحانوت والدلال يدلل على جارية وقف بها قدام الحانوت. يا سيدي تزيدش في شونها بنية سبحان الخلاق ما يخلق. قالها اش اسمها البنية؟ قالت له نعيمة يا سيدي. هاو بالصدفة هو عنده وليد اسمه نعيم وتقريب فرد عمر هو وهاك البنية وجاو كأنهم يشبهوا لبعضهم سبحان من يخلق اثنين اثنين. عليك شبيها هذيك تعلق غرضه بالطفلة وزاد في الجارية وشراها هي وبنتها وروح بهم للدار. المرأة اللي الواهية ولدي جايب لنا هذوما يا اخي احنا مخصوصين في الجواري وفي الخدم. قال لها اخذ لك البنية مش خليقة ولدك قد. قالت ايه؟ قال هذوما اذا كان طول ربي في عميراتهم وكبروا الحي نزوجوهم بعضهم. ولهذا هو نوصيك اصحى ورد بالك من توا لا ترضع بنت الجارية لا هي ترضع لك ولدك. وكان العمل هكا حتى كبروا جاب لهم مد للدار. كيف حظوا الزواج جهزوهم وعرسوا لهم وقعدوا عايشين في الغاية والنهاية. وهاك الزوز عرايس طلعوا يحبوا بعضهم محبة مفرطة بالاخص ترباوا مع بعضهم وحباوا ودباوا ولعبوا وقراوا مع بعضهم. هاو هاك البلاد هذيك فيها قايد مستانس كل عام كيف القياد الكل يبعث جارية هدية للسلطان نتاعو. في هاك العام هذاك كل نهار يبعث باش اغا نتاعو للسوق يفركس حتى نهار ما لقالو جارية اللي تستر الوجه وتستاهل باش تتبعث هدية للسلطان. قعد حاير في امره وينشد ويبحث يسمع شي طفلة باهية يغور عليها غوران ويفكها الماليها. مو كل حكاية فيها عزوزة الستوت لا يرحمها نهار اللي تموت. ابعث جابها قالها يا مش اخدانا نحب طفلة مزيانة واللي تطلب نجازيك بيه. وه قالت له هاك اللي عليك انا نجيب لك اللي يرضيك. قفطان اخضر وعكاز اخضر وسبحة وهي تدور على الديار حتى جابتها الرمي على دار التاجر. غربي واقف قدام الباب ما يدخل حد وما يخرج حد. دزته وجات داخله تعرض لها بداو يتلاكشوا بالكلام حتى تماكلوا من الخناقات وهي عامله سكانه وتعيط. اسمعها التاجر من الدار خرج اش ثم قالت له وليدي ما عادش خير في الدنيا وجب عليا وقت سلاء حبيت ندخل لهالدار السعيده نتوضى ونصلي ونعطي حق ربي يا اخي هذا ما خلانيش. العزري اقوى من سيده اللطف بسم الله العظيم يا ربي اللطف وسبع الطاف من الطاف الخفيه. قال لا سامحوا يا امي هذاك ما عرفكش ان شاء الله دخلت لنا معاك البركه وقرانا فاتحه. اي تفضل. دخلت جا مش طلع لها بليون ماء من البير قالت عظمت الله لما نملاها انا بيدي. قامت مرته والكنه والجواري والخدام كل واحد يجي من جهه واحده جابت الكرسي واحده جابت قبقاب الاخرى سجاده. خزرت للكنه قالت هذه هي اللي حاجته بها القايد ما عندي وين نمشي من هوني. جات عملت نفسها خارجه كبشوا فيها افطر بحذانا افطر بحذانا خرفنا زيد عشي بحذانا زيد بات. قالت نمشي لبنتي نقول لها باش ما تحيرش ونجي. وقلبت عالم قابله القايد قالت له لقيتها. قال لا خذ على حساب. خرجت من عنده مدحبنا. اي رجعت باتت خراف وتاي وسهريه مشخشخه من غدو كانوا شدوها اي ما عادوش يصبروا عليها وهي ديما تنشد وتبتبت
حتى قالوا لها اللي العروسة حبلة. نهار جاتهم مستعجلة وتلهث وعرقانة، قالت لهم هاو الجامع الفلاني اليوم مش يعمل دعاء، أي بنيتي نديك توا يقراو عليك فاتحة المشايخ وطول البلاد عب، وإن شاء الله يجيك وليد. راهو الشهر اللي فات اديت لفلانة وقراو عليها، ووقت اللي ولدت اعطاها ربي بريح النصر، لا صاحت لا توجعت، مصلي عن بي شعرها وسليتها من العجين. امها وحماتها قالوا كيفاش تخرج؟ احنا صبرنا ما نخرجوش. تي قالت هي دي خطوة دارجين بالمقل، هيا تساهلوا سيبوا الطفلة. خرجت معاها مقابلة لدار القايد، متبق البيت النار، السفينة حاضر على مخطاف، قرطسها وبعدها. الاخرين تعدات ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، اضرب عنهم طريق الصيد. طاح الليل، جا الشيب يلقى الوجوه مغيرة، اش ثم بداو يمهموا، منها جابوا الحقيقة. بدا يضرب على وجهه ويصيح حتى طاح ما في عينه بلة. دخل ولده يلقى هاك المنظر هذاك، اش بي بابا اش بي بابا، بسم الله على بابا، حكاوله اعمل لك فم بوه. ما كمل ليلته هاك الولد هذاك الا ب40 سخانه، وبخر كما يقولوا بالتبن والقد في فرش الغبن. لا ماكله لا شراب، بدا يهزل حتى وفاه بالعداله. وهاك الشايب المسكين يجيب في الطب وفي الدويات، والعزوزه تجيب في الكتابه والعزامه، وتزور في الزوي وتوعد وتعقل وتبخر. نهار جاء طبيب للبلاد، قالوا هذا يده جمد الماء. مشالوا الشايب مسكين قلبه مريض، اللي نعطوه ليه يقول هذا هو اللي الشفاء يجي على يده. قالوا مليح نمشي نشوف الولد. هزوا للدار، تخلى على الولد، قلبه قام عنده شيء، قال هذا مرض قلق لحم العرق. شبيك يا ولدي؟ احكي لي قصتك. قالوا يا بابا راه وجرالي، وبدا يحكي له يبكي حتى رق عليه قلبه وسخف وبدا يبكي معاه. ومنها قالوا البكاء ما فيش فايده. يا سي فلان تسيبش ولدك معايا، انا ولالي راهو اجتهاد في هالنزله هذه، ما نرتاح ونقول يا موتيجه الا نهار اللي نلقى له مرته. قال شايب الله يبارك. عملوا زادهم وزوادهم وقعدوا يستناوا حتى ترسي سفينه على البلاد. اي جات سفينه فرغت سلعتها، اكراو فيها، نهار الصفر نهار حزن في هيك الدار، وبكاو وغريد وبوس وتعليق، كانها مرته فارقت الدنيا وهو خالط عليها. اي ركبوا بسم الله مجراها وبسم الله مرساها، بدات السفينه الشقه بيوم البحر. البلاد اللي ترسي فيها يهبطوا يدوروا يستخبروا، من يقولوا لا اي مش هذه، ويرجعوا ركبوا حتى رساوا على بلاد السلطان. نزلوا كرا حانوت، حط طبيب زيت وقريت ساعات، واعطى البراح يبرح في البلاد طبيب جديد والفرج على الله. فزعت الناس. يرجع كلامنا النعيمة. نعيمة سامحونا البقية كيف اليوم الحي. هاك العام أستاذنا في الصدقية الله يرحمه الشيخ سيدي حميد النيفر حكى لنا حكاية عايشة راجل. شنية هذه عايشة راجل؟ المرأة اللي يقولوا مسترجلة، النساء ما هم بداو ديما في الدار مش كيف اليوم، وهي ما تقعدش في الدار. كيف هاك الجريدية اللي كانت تدور في تونس، اليوم يجي 3 ولا 4 سنين ما عادش نشوفها، يمكن ماتت. كانت تبدا تدور في الشارع لابسة قبقاب وجبة وفوطة بلا سفساري، تبدا تميل وتستعدل كأنها في دارها، تمشي للديار الأكابر الكل، وهاي في دار سي فلان ودار سيدي فلان، تعرف كل حد شكون ابوه وشكون خوه وولد عمه وولد خالته،
توقفوا في الشارع تنجدوا على امه اش صابت نفسها، ومرته ولدتش واخته تحلش مكتوبها، تقعد في القهوة كيف الرجال، تركب في الترمفاي بلاش، الخلاصة ما يكلموهاش، واذا كان واحد جديد ما يعرفهاش وعيط لها بوليس، البوليس يقول ها هذيك قاعد تخلص. هذه كيف ما كانت عايشة راجل اللي حكى لنا عليها الشيخ الله يرحمه. كيف ما كان زاد اليوم يجي 30 سنة في النفيضة أمك سالمة الهمامية تبدا قاعدة في قهوة لاجريان هي والرجال وتحكي وتاخذ كلمة وتعطي كلمة. وكيف شروبة في جمال اللي تودوه في الشارع وتقعد في القهوة مع الرجال وتتكلم ياسر ديمها لسانها خدام. حتى هاك العام واحد عندنا مذيع في كل نشرة أخبار يعطي هو نشرة الأخبار وديما يتكلم في جمال سموه شروبة. نرجعوا العيش راجل، قلنا النهار كله هي في الشارع ومن قهوة لقهوة، وكذلك في الليل تسهر في القهوة. هذا كما نقولوا في زمان حمودة باشا. القهاوي زمانتها يبداو فيهم الفداوي يحكي في قصة راس الغول ولا في العنطرية، في عقاب الليل لا يصبح على خير يكون يروح على نفسه، ثم اللي يزيدوا يسهروا تحلالهم القاعدة. كانت هي تسهر في شوكة حرم ميمي في قهوة سيدانا. ليلة من الليالي الفداوي يحكى حكاية مرعبة، جنون وغوال وهوال وخوف وعفارت. بعد ما مشى على نفسه قعدوا جماعة يحكيوا على هاك اللي كان يحكي فيه الفداوي، وهذا يقول هذا شي يقول الاخر شي يقول، واحد مفجوع واحد خايف واحد قال انا ما نخافش. قالت امك عايشه راجل بربي شنو اللي ثم في الدنيا يخوف؟ انا مريتش. قالوا لها عجايب عمرك ما خفت من حاجه انت؟ قالت عمري ما خفت من شيء. هذا صدق وهذا كذب، حتى قالوا يخاطروها. قالت مليح خاطروني. بداوا يفركسوا علاش مش يخاطروها. حتى واحد قال يا جماعة الخربة الليلة بايتين فيها 6. اشنيها الخربة هذه؟ كانت زمانتها المشنقة منصوبة في باب سويقة العام 12 شهر، ويشنقوا الواحد قدام الناس ويخليوه معلق. كيف تعشي العشية يهبطوه يحطوه في كانت معصرة قديمة يمكن تثبت على زمان الرومان، خربة ما يعرفوش حتى شكون ماليها. وين توا هاك الحوانت نتاع نجارة الزبوس يا سيدي؟ وين قهوة البوسطة؟ هاك الخربة هذيك ما زال فيها باب، عوان الحاكم يحلوا الباب يدخلوا هاك المشنوق يردوا عليه الباب بيتوه ثميك، ومن غدوك الصباح يجوا يهزوا يدفنوه. عاد قال واحد الليلة ثم 6 بايتين في الخربة، 6 شنقوهم نهارتها وعند المغرب هبطوهم حطوهم في الخربة حتى الغدوة. قال لها تمشي لهم؟ قالت نمشي. تحل الباب وتدخل لهم وتقف عليهم وترجع لنا؟ قالت نعم. تحل الباب وندخلهم. قالوا شيء ما تكذب انت تنجم؟ قال جربوني. قالوا يمكن تحل الباب وتقف وراه ومنها تخرج تجري وتقول هين دخلت. قالت لا ندخل لهم. لكن شنو الاماره اللي انت دخلت لهم؟ قال تعطيني حاجه نحطها بحذاهم. قال واحد ما ترميها من بعيد تهرب، ايه ماناش نعملوا. واحد طلع بفكره قال تعرفش كيفاش؟ لو كان تحط لهم حاجه فيها فمهم كل واحد. شنو الحاجه؟ قال كما نقولوا كل واحد مغرفة حسون، تدخل انت بطنجرتك في يدك وكل واحد من هاك الموتة تحل له فمه وتحط له مغرفة حسون. يسخايل صعب عليها ياسر، وهذه شكون يقدر عليها في هاك الظلمة هذيك؟ واحد مشنوق مش حتى موت ربي راهي العباب في كل دايرة بيه، وتقرب له زادة وتحل له فمه وتحط له مغرفة حسون في فمه. لا مش ممكن، هذا عمره ما يتصور العقل. لكن هي قالت نمشي. قالوا هي الحسوم أنا. هي دارها قريبة، قالت استناولي.
ربيع ساعة من زمان نحرد لكم طرف حسو ونجيب. يا اخي شنو بو؟ وقامت مشات. قعدوا هما زعما تنجم زعما تخاف، تبالك مشات توا لدارها تغم على راسها ترقد تخلينا تفخنا. قال واحد لا، قلبها قوي ياسر لعد جهنم هذه، لازم تجي. واحد منهم مكسر بنايب، واحد بايع براسه وما يعرفش الخوف كيف نوى، دارها شليله ومليله وتغرب ياسر. قال انا الليله الا ما نعمل لها عمله لتلصق في الكتب. والراجل حقيقه راسه صحيح وما يخافش، قال لهم انا مش نمشي قبلها نتمد في وسط الموتى، ووقت اللي تجي نقوم لها ونفجعها. وقام مشى، دز الباب، دخل الخربه، مشى للبيت اللي فيها الموتى ممدودين، جاء في وسطهم، دز هذا من هون هذا من هون وتمد في وسطهم. بعد حصه زمان خلطت هي في يدها قفه فيها طنيجره بالحسو ومغرفه، هيا قالت لهم هاني ماشيه، كل واحد يحط له مغرفه حسوفهم، وغدوه الصباح يمشي يقلبوهم. كان لقيتوا فمهم فارغين انتم اللي ربحتوا، وكان كل واحد فمه مليان بالحسو، وراس الجاه ما نكمل نهاري الا بتقريطه جديده على راسي، على خاطرهم خاطينهم بتقريطه شلوها لها. وقامت دوقه 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 وهما في جرتها من بعيد، دزت الباب متاع المعصره، دخلت، فنير في يدها عطاوهولها على خاطر زمانتها لا ثم لا ضوء في النهجات لا حتى شيء، وحتى وقت تدخل ظلمه في الخربه هذيك حتى الموتى ما تشوفهمش. البيت اللي حطوا فيها الموتى وقتها شكون ما يعرفهاش، مشات لها مقابله وتتكلم وحدها وتتكمر، وين هما هالعياق وليداتي انه كان ما عملتوا شيء، راهو ما يلهاكمش هكا، والواهم واصلين فسكم حتى هي راستكم بالمشنقه والشوهه والفضيحه، يا ربي اللطف ويا تبقي تتكلم. ايا جات للولاني حطت طنجره بحذاها والفنار عند راسه، جات مش تحلوا فمه، لقات انيه مكزين، هو الميت ما فمه مات يتحل هو بكله. قالت حتى انا زاده نسيت اللي الميت فمه ما يتحلش، على كل حال كل واحد نحلو شفايفه ونصب له مغرفته، ما كانش تقريته والله ما نشوفها. وعبات مغرفه وصبتها له. نقلت للثاني، هي طبست عليه وخينا ممدود في الوسط، هز راسه على غفله وقال لها وانا دوات هك الكلمه هذيك في ظلام الليل، ومعصره فارغه ودمس الصدى بتاعها قوي والليل سماع، يسخيلها مش تفجعها كي العزوزه وتطيح ما في عينها بله. يا اخي لا تفجعت لا شيء، اما قالت له استنى حتى يجيك طريقك، ما تعرفش تصبر لطف يا ربي، ها هيك الزربه بتاعك من وصلتك المشنقه. وحطت مغرفه للثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. قالته هما ما قالوا 6، هما 7، غشوني. ايه كملت وخرجت، لقات جماعه واقفين تحت الحيط، كيف شافوها تفجعوا. قالت لهم 7 راهم مش 6 يا غشاشين، كيفاش عايشه 7؟ قالتوا راس الجاه 7. 7 هي نعم. وحيد منهم زاد عامل قبيح، قال لي وانا قلت له اصبح حتى تجيك طريقك، والله ما اعطيته الا كيف جات طريقه، لا هو خير منهم. قولها صح عليك، اتقيتها ربحتها، غدا تكون عندك. لكن وينو فلان؟ شبيه ما خرجش؟ قالت ما فلان. قولها 7. قالت بربي تكو ميت مازال مش يخرج لكم. قالوا وين دراه هذا يشجلوا، اين ندخلوا نشوفوا. دخلوا بفنارهم يلقاهم 7 ممدودين وصاحبهم في الوسط، العينين محلوله مزعزه والوجه اصفر وجه ميت، طبسوا عليه مسوه دزوه عملوه لقوه بارد سكه ميت. كان مش يفجعها يا اخي، كيف قال لها وانا وقالت له اصبر تفجع هو، وشهق شهقه واحده وطلعت روحه.